السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. يا رب يصلح حالكم وحالنا وحال كل العالم، اللهم امين يا رب العالمين. يكبر بخاطرنا كده يا رب، كل من بيكبر بخاطر حد كومنت حلو يا رب يكبر بخاطره كده النهارده قبل بكره، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده تعملي ايه يا شيرين؟ النهارده روتين حلو كده جميل خفيف لذيذ. اصلا من شقه اصلا كلها بتقولوا عليها انتوا شقه لذيذ. ايوه يا جماعه شقه لذيذه عشان هي شقه صغنطوطه كده، بس الحمد لله بفضل الله انا منضفاها ومرتباها ومش مخليها مكركبه ولا بخلي حاجه على حاجه ولا كلام من ده. انا من النوع اللي ما بحبش كركبه، بحب ان انا اي حاجه قدامي مش عايزاها اتخلص منها على طول، لان يا جماعه عايزه بيت نظيف يبقى ما فيهوش كركبه. لكن كل بقى ما تقعد تكركبي، طب ما انت ما تيجي تنضفها يبقى النظافه بالنسبه لك صعبة. ليه بقى؟ لان في كركبة. لكن لما يبقى البيت رايق خلاص يعني. انت كست بيت عايزة ترتاحي، كل شهرين كده امسكي المطبخ او ثلاثة، كل شهرين ثلاثة، مش هقولك كل شهر، كل شهرين ثلاثة. نزلي الحاجات كده، شوفي الفايدة عنك، شوفي انت بتستعمليه، شوفي انت هتستعملوهوش. شوفي طلعيه كده كله. امسكي الدولاب، شوفي برضو الدولاب ده فيه هدوم انت بتلبسيها، هدوم ما بتلبسيهاش. طب انت اللي ما بتلبسهاش سايباها ليه؟ ما جاز غيرك محتاجها. انت مثلا في ملابس يا جماعه ممكن احنا شايفينها ان هي ما بقتش مناسبه لينا، مثلا ضيقت او مثلا ما بقيناش مثلا نحب لبسها مثلا، ممكن غيرنا مستنيها فنتخلص منها ونديها برضو. واي حاجه بنطلعها عننا يا جماعه بتبقى صدقه والله العظيم. كل من بيخرج ما بين ايدينا بيبقى صدقه يا جماعه. ربنا يصلح حال الناس كلها يا رب، والناس كلها تتصدق على الناس، اللهم امين يا رب العالمين. لازما كده يا جماعه. الغني قوي يتصدق على الاقل منه، واللي اقل منه يتصدق على الاقل منه، لحد ما كل الناس تبقى مكتفيه زي ما سيدنا عمر كان بيعمل يا جماعه. سيدنا عمر بن الخطاب كان بصراحة يعني كان ما ينامش ويلاقي حد جعان او يلاقي حد محتاج او لان ده اللي دين الاسلام قال عليه. وده اللي متفق عليه جميع الاديان اللي نزلت يا جماعه، كل الاديان السماويه اللي نزلت كله متفق عليه. الصدقه يا جماعه بتشيل حاجات كتيره قوي 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 عن يعني عنك كبني ادم. وربنا يصلح الحال يا رب للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي ما تحرمش منكم، حطوا لي اللايك لو عجبكم الفيديو لحد هنا. ايه يا شيرين انت مظبطه اوضه النوم اهوت وما اعرفش. بص يا جماعه انا كنت بكسب وقت بصراحه. يعني بصوا يعني انا كنت اصلا يعني متردده بين اني اصور وبين اني ما اصورش، اعمل فيديو ولا ما اعملش، والله العظيم يا جماعه. والاخر قلت القناه بقى اكتر من 8 ايام ما فيش عليها اي فيديو، بحكم برضو ان انا حماتي تعبانه وكده، ما عنديش وقت ان انا اقعد اصور. لعلمكم يا جماعه الشغلانه اللي بتخلص في نص ساعه في التصوير بتقعد ساعه ونص. اسمعوا كلامي والله. انك تفتحي كاميرا وتقفلي كاميرا وتظبطي الكاميرا وتروحي وتيجي وتشيلي فاهمني؟ كل ده قسما بالله بياخد وقت. فطبعا عشان انت عايزه تنجزي، بس عشان عندك حد تعبان، ربنا يشفي كل مرضانا يا رب اللهم امين، بتبقى عايزه تنجزي. فانا كنت بقول يعني يا صور يا ما صورش. حتى كان في غسيل في السبت كنت برتبه، وكان في غسيل عايز يطبق طبقته ومعرفش ايه، ورتبت غرفه النوم بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده. والاخر ايه؟ قلت طب يلا ما اعمل بقى ايه روتين حلو من الصلاه كده، وابقى ايه اجي في الغرفه بتاعتي في الاوضه بتاعتي يعني، وانا بشيل السجاده وبكنسها وكده. بس والله يا جماعه وربنا يصلح حال الناس كلها يا رب. شايفين اوضتي؟ بص انا لا احب هدوم زياده ولا احب حاجه مكركبه ولا احب التسريحه. اه وانا عروسه على فكره يا جماعه كنت بحب احط برفانات بقى ومكياجات وحاجات من دي كده. طبعا الكلام ده لما كنت لسه متجوزه. بعد كده حسيت ان انا لما باجي انضف بشيل كل الحاجات دي وارجع احطها تاني ومعرفش ايه. وانا ببص لقيت نفسي اصلا بعد الجواز ب3 سنين كرهت كل المكياج خلاص. مبقاش في دماغي ان انا احط مكياج اصلا. ممكن يكون كل اللي عندي اصلا يعني علبة الميك اب بتاعتي كنت متجوزة والحاجات دي كلها تقريبا انا رميتها خلاص. فكل اللي كان عندي كان ممكن يعني علبة اي شادو صغنطوطة كده وقلم روج وقلم كحل. فمش مستاهلين انا احطه مع التسريحه. والبرفانات بقى كان ما كانش بقى نظام الشقه كده، كان عندي نيش وكده، فكنت بحط البرفانات ايه وسط الكوبايات كده في النيش، يبقى شكلها حلو وشيك وعامله زي ما يكون ايه منظر. لان احنا طول عمرنا اصلا بنحب البرفانات تكون موجوده يعني عندنا على طول وكده. فالحمد لله ربنا يا رب يصلح حال الناس كلها، اللهم امين. ابتديت انا اخف عن نفسي، ابتديت انا اروق عن نفسي. اللي كان فيه مثلا عندي الالمونيا بتاعتي كانت محطوطه جوه المطبخ وبقيتها على المطبخ من فوق، لا شلتها كلها وحطيتها في كرتونه ولميتهم تحت السرير. اللي كان كوبايات مثلا كانت زياده عني، لا شلتها وحطيتها في كرتونه. بصوا اللي هو خلاص انت بقى
خدت البيت عرفتيه، قعدت فيه خلاص، حفظت شقتك ماشيه ازاي عامله ازاي. انت كست بيت انت بقى اللي تشوفي ايه اللي يناسبك وما يتعبكيش لما تيجي تنضفي كل مره. زي ما انتوا شايفين كده الشقه اهي نضفت في ثواني. الكنبه طبعا اللي انا عملتها مع المكتبه ديت، وقدامها السجاده وكرسيين. الكرسيين دولت انا حطاهم على بعض لما بيبقى في عندنا ضيوف بفكهم من بعض كده، واللي يحب يقعد فيهم يقعد عليهم يعني وكده. يبقى كده معانا كنبه ومعانا ركنه ومعانا كرسيين الحمد لله، وغرفه النوم. طب ولادك بيناموا فين يا شيرين؟ طب يا جماعه عشان سالت السؤال ده قبل كده في فيديو كنت منزلاه بعد العيد الصغير اللي فات. بص يا حبايب قلبي، انا عندي الكنبه الركنه بتتفتح سرير، وعند الكنبه بتتفتح سرير. فاهمين ازاي؟ فمنور وحبيبه بيناموا على الكنبه اللي هي بتتفتح سرير مع المكتبه، واحمد بينام على الركنه اللي هي في الصاله. فاهمين ازاي؟ فبس يعني هما مش محتاجين سرير، ما هي الكنبه بتتفتح سرير. احمد محتاج سرير. انا عندي الركنه بتاعتي دي اصلا نظامها امريكا، كنت عاملاها من 8 سنين او 9، من 10 سنين. اللي النبيتي بتاعتي دي من 10 سنين عاملاها يعني نظام زي امريكا اللي هي بتبقى الكبيره دي. لما يجي يشيل المخدات بتبقى عامله حوالي 70 او 75 سنتي. ف يعني الصافي 75 سنتي. فطبعا يعني مكان اي حد يقدر ينام فيه وينام مرتاح يعني. فالحمد لله على كل حال يا جماعه. دخلنا برضو هنا المطبخ زي ما انتم شايفين كده. كان عندي السلويات ديت متسيحه، كانت ام سيمونه عامله يعني عامله دهن ومسيحاه، وقالت لي انت بتحبي انت السلويات عشان بتعملي منها المحشي؟ قلت لها اه، لما الدهنه اللي عندي كلها بتخلص. يعني بص اللي هو بيقول لك ايه الخواجه لما بيفلس، يعني لما الدهنه كلها تخلص اروح بقى ادور على السلويات بقى. انا كنت عندي سلويات هنا كنت حطاها في التلاجة، كانت في كيس، اخد بقى منها واحط مع الزيت كده بتاع المحشي واعمل. مثلا لو انا عندي الطبيخ مثلا مش عامله مثلا بلحمه، مثلا اقوم برضو جايبه شويه سلويات كده مع السمنه، وحاطه البصله ومشوحه وفص ثوم معرفش ايه ومنزله بالطماطم. برضو يخلي ريحه البيت كانك انت عامله الاكل باللحمه بالظبط يا جماعه. وكل واحده بقى في بيتها عارفه بتمشي بيتها ازاي، وانتوا شاطرين، وانا عارفه ان انا ما اجيش فيكم حاجه. الله يصلح حالكم وحالنا يا رب، اللهم امين. انا بس بديكم بس افكار اللي انا بعملها واللي انا ماشيه بيها في حياتي. انا يا جماعه من النوع ما بحبش كركبه، قسما بالله. انا موت وسم اطلع في مكان الاقي كركبه، جزم ما بتتلبسش. طب انا اسيبها ليه؟ طب ما هي بتبوظ وبتقشر، يعني ما كان غيري بقى يستفيد بقى ويلبسها. طيب شنطه ما بتتلبسش وموجوده، طب ما انا غيري يمكن محتاجها، ويمكن انا لما اديله الشنطه دي ربنا يوسع عليها ويجيب لي احلى منها واحسن منها والبسها. صح ولا لا؟ لبس برضو حتى ولادي، يعني انا حتى ولادي برضو معوداهم يعني لو ليهم اي اصدقاء مثلا يعني ظروفهم مثلا برضو صعبه. كلنا ظروفنا صعبه يا جماعه، بس كلنا بنساعد بعض. يعني ممكن مثلا نطلع الحاجه دي وربنا يرضينا باحسن منها. فاهمين ازاي؟ فاقول لاولادي برضو لو انتوا عندكم صحاب كده شوفوا حد كده يكون فعلا محتاجها واديها له عشان يلبسها مش يرميها. ما هو مادام محتاجها يبقى هيلبسها، مش بقى نروح ندي لاي حد. والله يا جماعه يعني انا بشوف على اليوتيوب ده ظلم ظلم ظلم. يبقى قنوات محتاجه وقنوات ما معاش خالص وظروفها صعبه وظروفها وعايزه اللي يعينها، والداعمين يروحوا يدوا للي مش محتاجين اللي بيبقوا معاهم. بس على فكره والله بص يا جماعه، كل واحد حر في ماله، لان كل واحد هيتسأل عن ماله. فاهمين ازاي؟ بس ثقوا ثقه في الله ان ربنا ما بيضيعش مثقال ذره. يعني انت بس هتروحي للي يستاهل فانت تاخدي الاجر اتنين. ان انت حطيتي مالك في المكان اللي يستاهل وفي الوقت اللي يستاهل. فاهمين ازاي؟ فتلاقي ربنا كاتب لك حاجه حلوه كده، منزله حلوه في الجنه ان شاء الله. بتلاقي نفسك ربنا ساترها معاك العمر كله. يعني لما بتلاقي عيل كده انت فرحتيه، او اسره انت فرحتيها، او ست محتاجه، او حتى راجل محتاج يا جماعه. يعني ما احنا برضو الظروف في مصر صعبه جدا، في رجاله فاتحين قنوات والله ومحتاجين وتعبانين وظروفهم صعبه، ولازم يطلع شحات ويطلع يتكلم ويطلع يعمل فضايح ويطلع يعمل يعني يطلع اسرار بيته عشان الناس تديله. يعني يعني يقولك في آية يقول يعني ربنا قال فيها يحسبهم أغنياء من التعفف. يحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من كتر ما هم متعفنين متعف يعني اللي هم يعني مش عارفة ايه، عندهم عفة. من كتر ما هم ايه عندهم عفة، فسبحان الله مش باين عليهم ان هم محتاجين خالص.
واخدين بالكم؟ بس المفروض يا جماعه كل واحد يبقى يعني يحس بالتاني. طبعا انا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا في قناه معكم شيري اسامه، لان القناه دي متفعله وفيها سوبر شات وكده. بشكركم جدا جدا جدا، وكل الناس اللي حطت لي دعم في قناتي، ربنا يكبر بخاطركم ويرضيكم ويوسع عليكم. والقناه دي طبعا يا جماعه انا شغاله عليها عشان تتفعل، دي بدل القناه اللي اتسرقت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدته. ممكن تشوفوا صورتي دي كتيرة قوي يا جماعة في اليوتيوب، يعني في قنوات كتيرة، لان انا كان عندي 3 قنوات شغالين ما شاء الله. معكم معكم شيرين اسامة، حياة شيرين ونور، اسامة والناس الطيبة. بس اسامة والناس الطيبة دي كانت اسمها الاساسي، لكن انا خليتها برضو يعني اسامة وشيرين. فاهميني ازاي؟ يعني عشان بحس الناس برضو شايفينها روتين ومعرفش إيه، طب ازاي اسامة والناس الطيبة؟ فقمت انا لا، عملتها اسامة وشيرين يعني. فاهميني ازاي؟ وجت اتسرقت في الاخر، يعني ما تهنتش عليه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدها وزعلني عليها وحرق قلب عليها، لان انتوا يا جماعه عارفين ان النت غلي، وكل حاجه في مصر بتغلى كل يوم، فانك تفعلي قناه تانية بلايفات وتنزيل فيديوهات وتقعدي تتعبي في قلبك بعد كان معاكي قناه متفعله اصلا، تقعدي تبداي تاني من الصفر. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن قناه حياه شيرين ونور انا بعتها بصراحه يا جماعه، انا بعتها الحمد لله، وكنت بايعاها والله. انا كنت زعلانه بس انا قلت لا خلاص، يعني انا مسامحه وببيعها وانا مسامحه. لكن اللي اتسرقت دي انا والله لا بعتها ولا اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدها، وانا مش مسامحه. المهم في اخر الفيديو كده ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتصلوا على النبي كده، وتقولي فعلا يا شيرين روتينك كان حلو، واعملي لنا روتينات كده. والجو نار والله يا جماعه، اللهم اجرنا من النار ومن حر النار. فاكيد مش هتبخلوا علينا بكومنتات حلوه وبلايك احلى واحلى. الله يصلح حالكم وحال الناس كلها يا رب، ويراضي الناس كلها، يوسع على الناس كلها، اللهم امين يا رب العالمين.